هذه الفتاة الجميلة تعد حاليا من أشهر عارضات الأزياء حول العالم. أثارت الجدل عالميا كونها أول عارضة أزياء تظهر بالبوركيني في مجلة أمريكية. حليمة عدن، الفتاة السمراء المحجبة والتي تعود جذورها للصومال. تبلغ حليمة من العمر 22 عاما، ولدت في مخيم للاجئين في كينيا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أسرتها وهي تبلغ من العمر 6 سنوات. وفي عام 2016 أثارت عدن اهتمام وسائل الإعلام بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا في أمريكا، لتصبح بذلك أول محجبة في تاريخ المسابقة. بعدها خطت عدن في عالم النجومية الحقيقية لتصبح أول عارضة أزياء محجبة توقع مع وكالة IMG Models، وأكدت أن ترتدي حجابها كتاج على رأسها ولن تغير أبدا من نفسها. واشتركت عدن في أسبوع الموضة في ميلانو ولندن. وفي عام 2017 أصبحت أول عارضة أزياء محجبة تظهر على غلاف مجلة فوغ العربية. ومؤخرا ظهرت بزي السباحة البوركيني على صفحات مجلة Sports Illustrated، لتصبح بذلك أول محجبة تظهر بالبوركيني في مجلة أمريكية. ظهرت عدن في عدد مايو الماضي مرتدية أزياء من ملابس البحر الملونة المختلفة، وكانت على شاطئ واتامو على الساحل الكيني. تسعى عدن في عملها لتوصيل رسالة للعالم مفادها أن الحجاب لا يشكل أي عائق للنجاح. في المقابل، واجهت عارضة الأزياء الصومالية انتقادات عديدة بسبب ما وصفه المنتقدون بالجرأة الزائدة، وأن ما تقوم به يدور بصورة الحجاب أمام الغرب، فيما رحب آخرون بهذه الخطوة واعتبروها مشجعة للمرأة المحجبة، بل وتزيد من ثقتها بنفسها. شاركنا برأيك، هل الحجاب يشكل عائقا في بعض المهن؟